بصوا يا شباب بقى كده، بسم الله. ان شاء الله تكون السنه لطيفه. وزي ما قلت لكم يعني اهم من الشغل تظبيط الشغل. انتوا لازم قبل ما تدخلوا السنه كده تكونوا مرتبين افكاركم، مرتبين هتعملوا ايه، يعني لحد ادق التفاصيل تكونوا عارفينها، وعارفين يعني ايه الخطوه الاخيره عشان تعرفوا تظبطوا الخطوه الاولى. يعني مهم جدا ترتيب الدماغ ده، وانا يعني هحاول اغطي ده النهارده. بصوا النهارده هنتكلم على ايه. هتكلم على خطة السنة وجدولة المنهج، يعني المنهج ازاي هنوزعه على السنة، عشان بقى مبقاش فيه شهر متكدس قوي وشهر فاضي قوي والبدايات مثلا حماس نكون شادين قوي وفي الاخر مرخرخين والدنيا ما تظبطش. يعني اهم حاجة يبقى فيه سكيل، ميزان. وتنظيم المذاكرة والتاسكات، يعني ازاي هنحول الخطة دي لتاسكات صغيرة بقى نبدأ نمشي فيها، لان يعني ماشي حطينا الخطة اوكي بس ما مشيناش بيها يبقى ولا ليها لازمة. طب اول حاجه النظام ده لمين؟ يعني انا عامله الفيديو ده لمين؟ اللي هو النظام والخطه وكده. اول حاجه للناس اللي هتبقى اونلاين، هو هيفيد اكتر الناس الاونلاين. يعني الناس اللي بينزلوا سناتر ما عنديش مانع، يعني حاولوا تطبقوه. بس فكره اللي هو انا بنزل كل يوم مثلا 3 4 سناتر، بقعد لهم ساعتين مواصلات وباجي مفرهد يا دوبك انام اقوم اعمل حاجتهم، ده هيبقى صعب بصراحه. يعني النظام يعني عايز حد ايه عنده اريحيه شويه. والناس الجدعه اللي ما عندهاش مشكله انها تتعب عشان تعمل اللي هي عايزاه، مش مشكله تنام على الكتاب، المهم تحقق اللي هي عايزاه. والناس اللي عايزه تحصل صح، يعني تلم الموضوع صح. يعني ممكن انت تبدا لو مش بادئ بخطه وكده، ممكن تلاقي في حاجات جت في الاخر وقعت منك، او انت مش عارف هي راحت فين، او ملهاش وقت. احنا عايزين على قد ما نقدر نعمل كنترول الكميه على الوقت، ده اللي انا عايز اغطيه ان شاء الله. طب الخطه بقى، بصوا انا بصراحه دورت على خطه شهر 8 بس ما اعرفش اختفت فين خالص، حتى الفيديو بتاعها ما اعرفش راح فين، مش عارفه القناه بصراحه ايه اللي بيحصل لها اليومين دول. بس جبت لكم خطه شهر 7. هي كانت بادئه من 7 يعني، فانتوا حاولوا بقى تظبطوا كده، ترحلوا المواضيع بحيث انكم تخلوها تبدا من شهر 8 وفي نفس الوقت تكفي. يعني انا عاملاها لحد شهر لشهر 3 اهي. هي معناها لشهر 3 اوكي. فانتوا بقى حاولوا تظبطوها مع بعض، يعني ممكن بقى تشيلوا حاجه من هنا، يعني حاجه من شهر كده، بحيث انك تفضوا فيه شهر كده. اكيد فهمتوني صح؟ مع هنا بصوا، لو هنيجي نبص كده مثلا زي شهر 7، انا شهر 7 كل ده، كل اللي فوق ده هو اللي يخلص معايا. عندي مثلا العربي، هناخد الادب بتاع الكلاسيكيه اللي هو بقى شهر 8 مثلا، وهناخد الوحده الاولى نحو، والفصل الاول والثاني قصه، والسيره الذاتيه ساعتها كانوا بيقولوا مطالبين بيها، فانا ما اعرفش بصراحه، يعني انا مش ابديتد قوي بموضوع المناهج وكده. فانتوا شوفوا يعني. واللغه الثانيه اللي هي زي الفرنش مثلا، ويونت 1، والجيولوجيا باب اول، وانجلش تاسيس. يعني كنت بادئه يعني اصحابكم قالوا لي تاسيس وكده، قلت خلاص نعمل تاسيس وكده كده منهج الانجليش هم 12 يونت يعني، مش مشكله. والاحياء هو باب، والفيزياء باب، والعناصر الانتقاليه، وزي ما قلت هنمشي العضويه مع مع العام، وكل ده مع الحل. يعني الشهر يعني كميه صغيره جدا لو قسمتها وانتظمت، وكده هتخلص شهر 3. يعني شهر 3 هتكونوا خلصتوا المنهج ورجعتوا مره. فانت متخيل انك رجعت المنهج كله وخلصه على اول 3؟ فده حاجه حلوه قوي، يعني يا ريت نلتزم بالخطه. هي معاكم اهي، يعني ممكن تاخدوها سكرينات. ممكن حتى ابقى انزلها لكم تاني الصور دي عشان تاخدوها سكرينات. وهكذا برضو من شهر 10 لشهر 12 كل حاجه متقسمه، يعني مقسمها لكم كميات. طيب في برضو البلاغه، في ناس قالت لي انت مش حاطه البلاغه. البلاغه هو درس واحد التجربه الشعريه عندكم، والمفروض ان انا قعدت بناهد وبهاتي بقالي شهرين اسبوعين انكم تظبطوا البلاغه، انه تجيبوا تاسيسات وتعملوها، لان بلاغه اولى وثانيه هي بلاغه ثالثه بزياده التجربه الشعريه ودرس، فانت اخلص منه واخلص من البلاغه خلاص، وابدا حل عليها من اول السنه. يعني هي البلاغه مش مش الحاجه اللي احنا نحطها بقى ونعقد فيها الدنيا، في حاجات اهم تاني وهي تخلص بسرعه يعني. فما تعطلوش نفسكم في البلاغه دي، خلصوها واقعدوا حلوا عليها من اول السنه، هتريحوا جدا. هتحتاجوا بقى في النصوص والكلام ده كله، يعني مش شغلانه هي. وهخلص شهر 3 هتكون رجعت، وهتكون عملت ريفيجن جامده. يعني بجد الخطه كنت حطاها بعنايه جدا، فشوفوا كده ادرسوها، ولو حتى مش عايزين تاخدوها اعملوا زيها. طب هتنظم الدنيا ازاي؟ احنا عملنا الخطه اهو، هنعمل ايه؟ انت كان عندك كل شهر كده، شهر 7 قدامه الحاجه بتاعته، شهر 8 قدامه الحاجه بتاعته. هتعمل جدول شهري، وهوريكم ازاي جدول شهري، هبقى جايبه لكم صوره. جدول شهري هتبدا تحط فيه كل يوم عندك ايه. يعني انت هتمسك شهر 7 قدامي كذا كذا، وعندي 30 يوم، هقسم دول على ال 30 يوم ازاي. دي بقى خطتك انت، او الحاجه اللي انت تبدا تعملها بقى. تاسك يومي، قبل ما تنام كل يوم لازم تعمل التاسك بتاع بكره. انت هتحطه، هنقول برضو التاسك ده هيبقى يتكون من ايه. والعزيمه، لازم يا جماعه يكون عندكم عزيمه ويكون عندكم اصرار. ما ينفعش انا ابدا اعمل خطه وابدا اعمل جدول وتاسكات وفي الاخر ما اعملهاش. يوم هيسلم يوم، شهر هيسلم شهر، ولا كأننا عملنا حاجه.
فبليز خلي عندكم اللي هو ايه، انا هعمل كذا وما ينفعش انام. يعني انا فعلا ما كنتش بنام من غير ما اعمله. لو نمت الساعه 9 تاني يوم لازم اخلص اللي ورايا، ما ينفعش. خلوا دي عندكم. يعني يكون عندنا حافز، والحافز ده مش بيبقى مثلا اول شهرين ثلاثه، لا، لحد اخر السنه. ممكن نقع في النص بس نرجع تاني. يعني ايه، خلوا دايما ايه، ما تستسلمش، خليك دايما مكمل. ده الجدول الشهري. بصوا هتلاقوا اهو، بصوا هتلاقوا في الايام متقسمه. فانت بقى قدامك مثلا شهر 7 وقدامك الجدول ده. ممكن انا ابقى اعمل لكم جدول زي ده وانزله لكم تطبعوه لو عايزين، يعني وقولوا لي. ممكن اقسمه لكم كده الشهور. انا مثلا شهر 8 1/8، انا مثلا هحط النهارده نص المدرسه الاولى، ومثلا اول صفحه نحو، وبعدين تاني يوم كذا، وتالت يوم كذا. 30 يوم مش يعني هيكفوا وزياده اللي انا حطاه. عشان كده بقول لك الجدول جميل جدا ومريح جدا. فايه، شوفوا كده، ولو عايزين اعمل لكم زي ده اعمله لكم. طيب التاسك اليومي هيشغل ايه بقى؟ التاسك اليومي هتحط فيه ورد قرآن غير سورة ياسين. انا قلت لكم سورة ياسين اقراها بعد الفجر، اوكي؟ حطوا بقى مثلا ايه، صفحة كل يوم. صفحة كل يوم قسمها 3 4 ايات بعد كل صلاة. ده التاسك اليوم. قول مثلا صفحة كذا في المصحف، ده اول حاجة تحطها في يومك. تاني حاجة شغلي اللي تبع الخطة، اللي انا حطاه، اللي هو خطتي اللي انا بعمله. تالت حاجة شغل المدرسين داخلة في ده يا جدعان. يعني انا بقول لكم دلوقتي ابدأوا من دلوقتي، فاغلب المدرسين هيبدأوا من 9، اوكي؟ طب فانت لما تيجي تبدا معاهم 9 يكونوا اوريدي بيراجعوا لك اللي انت خدته. فما تعتمدش عليهم انت كده. انت عارف انت هتعمل ايه. انت هتبدا بدري عن الناس، اوكي؟ بس هتيجي بعد كده تستوى معاهم. ليه؟ لانك هتريح وتعتمد على المدرسين. افضل سابقهم. امال انا يعني هذاكر منين تبع الخطه اللي انت عاملاها دي؟ من اليوتيوب. طب انا كنت بعمل كده، وانا مش هقول لكم حاجه انا مش مجرباها. انا بدات كومبليتلي على اليوتيوب، وبرضه المدرسين بداوا من شهر 9 وكنت بروح يعني اراجع معاهم. اعمل حاجه المدرسين واسمع فيديوهاتهم مسرعه على 2، لانك اوريدي هتبقى اصلا ايه، واخد الموضوع. وده هيديك اريحيه بقى انك ايه، تبقى مجهز. هتعرف بقى فين النقط. خد بالك انت لما تفهم، لما تسمع الحاجه اول مره مش زي ما تسمعها تاني مره. تاني مره هتاخد بالك، ده انا كنت بحل الجزئيه دي ما كنتش فاهمها بس هو فاهمهاني. انت بتلم والناس اصلا لسه بتبتدي. فيعني متخيلين الموضوع. فشغل المدرسين غير شغلك انت. ما تخلطش ده بده، وبلاش ده يجي على ده. بل انت شغلك الاول. يعني انت خطتك اللي هتلتزم بيها واللي هتشتغل بيها هي هتبقى الاول، بعد كده يجي شغل المدرسين لانه هيبقى بالنسبه لك مراجعه. ماشي. بعد كده شغل التأسيس. والله أنا عايز أتأسس في الإنجليش، يبقى عامل إن أنا هحفظ مثلا كل يوم 10 فوكاب. حلو، يبقى ده أحطه في التاسك ما انساهوش. الحاجات الصغيرة دي بتتنسي وبتقع وبتيجي تتراكم في الآخر وتعمل مشكلة كبيرة. فإيه يعني، ده التاسك اليومي بتاعك يبقى شامل الأربع حاجات دول. ممكن بقى أي أكتيفيتي صغننة كده تتعمل، أوكي تمام. تمام. ماشي. في كل شهر هتلاقي حاجتين. إيه الحاجتين دول؟ خليكم بس معايا الأول وبعدين نبقى اقروا الكلام اللي تحت. الحاجتين دول ان هو يومين او اكتر فاضيين، ممكن تعمل فيهم اللي انت عايزه، وهتلاقي ممكن ما فيهمش مذاكره اصلا. يعني انت متخيل ان انت عامل كل ده وحاطط تاسكات وحاطط تاسيسات وحاطط انت بتشتغل مع نفسك وتشتغل مع المدرسين، وستيل هتلاقي برضو ايام تعمل فيها اللي انت عايزه. يبقى انا ايه كده، ما اتضغطناش، مفيش ضغط، بنعمل اللي علينا وماشيين صح ومش بنضيع مجهود. لان خد بالك في ناس تبدا عادي تشتغل 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 وهي عماله تضيع مجهود. مجهودها مش متركز صح، مجهودها مش موجه صح. عشان كده انا بقول لكم رتبوا دماغكم وهتلاقوا الدنيا بسيطه. ولو عملتوا الجدول ده ونظمتوه ومشيتوا بيه وخدتوا بالنصايح دي، والله تلاقي الدنيا بسيطه جدا وسهله. ومش هتلاقوا ضغط السنه. وخد بالك ضغط السنه بيتولد من ضغط المذاكره وضغط الشغل وضغط الحاجات اللي احنا مراكمينها علينا. فهي سايكل كده بتدور. فانت طلع نفسك منها، بريك السايكل، هتلاقي الموضوع بقى ايزي جدا. وخلاص الثانويه عامه بقت حلوه، مش هنيجي بس نتوتر ممكن اللي هو ايه قبل الامتحانات. ويكون ان احنا ماشيين صح وبنحل من اول يوم والدنيا تمام والمناهج مظبوطه. وبعدين بقولها لكم من اول السنه، خلاص هتلاقي الدنيا بسيطه جدا ومش هتيجي تتزنق خالص في اخر السنه، وهتلاقي فيها اريحيه. تمام. انا كده خلصت. اسمع اسئلتكم.